صباح الخير، ونشكر مهندس الإضاءة تحياتي والديكورات. وعندنا موضوع بسيط على الصباحية الجميلة هذه أطرح له. ما كان ودي أطرح الموضوع هذا من الأساس، حتى المشكلة تأخذ مجراها ونعرف إيش اللي لنا وإيش اللي علينا، ولا أبغى أفجع أهلي. لكن اكتشفت أن فيه مو فيها البعض إلا الأغلب يحب التطبيل والتهويل في أي مشكلة أو أي حاجة يصادفها. راح أدخل لكم في الموضوع دغري بدون ما أكثر كلام ولا أي حاجة. موظف الجوازات عشان يمشينا قاعد يطلب بخشيش بمبالغ يعني مشادة بيننا كذا شوية، وهذا يدف وهذا مدري ما. المهم وطحت وحصلت لي جرح بسيط هنا، وجاء موظف الخطوط قال لي لا توخر الدم من وجهي. هذا هو الجرح، جرح بسيط ولا يستاهل هذا التطبيق كله والتهويل والكذب الزايد، والله العظيم ما يستاهل. صار مدير الخطوط السعودية وقف معانا وقفة رجال، واستدعى لنا موظف من السفارة وجاء ووقف معانا برضه اللي هو عبد الله. والله انه لطعنا لطعة يا جماعة الخير بنت الكلب، من الساعة 11 الصباح الين المغرب واحنا في المطار. ولكن بعدها جاء مدير الجوازات بنفسه واعتذر منا. لا يا طويل العمر والسلامة، ما نبغى منك ولا حاجة، احنا بنعرض مشكلتنا للسفارة والسفارة هي اللي تمشيها. بعدها طلعنا ورحنا المستشفى اخذنا تقارير بس، وطالعين نودي التقارير للسفارة السعودية ونوفيهم ايش صار بالضبط، وطالعين على بونشك واحلى فله ولا ينكدون علينا ومبسوطين وفي امان والحمد لله. عظيم ما قهرني اللي صار اكثر من اني انقهرت من اللي سرب الخبر بغرض تطبيل وتهويل ومعرفة وزي كذا، والله العظيم.